هذه القناة في بدايتها ندعوكم للاشتراك حتى نرى إلى أي مدى يمكن أن نصل، ولا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليقات. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد الفريق الأول قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، السيد الوزير الأول، سيد رئيس المحكمة الدستورية، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، أخواتي العاملات، إخواني العمال، يسرني أن أقف اليوم بينكم ونحن نحتفي بعيد العمل والعمال تحت سقف هذا الصرح المهيب. سيد الوزير الأول، سيد رئيس المحكمة الدستورية، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، أخواتي العاملات، إخواني العمال، يسرني أن أقف اليوم بينكم ونحن نحتفي بعيد العمل والعمال تحت سقف هذا الصرح المهيب، وشاكر لكم الدعوة لأني ما دخلتش هذا الصرح منذ ما يفوق 15 سنة. الحمد لله البلاد بدأت تأخذ مجراها طبيعي في صالح العاملات والعمال، في صالح الاقتصاد الوطني، وفي صالح الانعتاق الوطني من كل ما يدور في العالم حاليا. إذن يسرني أن أقف اليوم ونحن نحتفي بعيد العمل والعمال تحت سقف هذا الصرح المهيب، ما يحمله من رمزية. هذا السقف هذا يعني من ركائز التاريخ الجزائري، التاريخ المعاصر الجزائري، من رمزية وكفاح وتاريخ طويل من النضال قاده رجال شرفاء منذ الحركة الوطنية، قدموا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، رجال من طينة ابن الثورة المظفرة الشهيد عيسات إدير، ومستذكرين المعارك التي خاضها العمال بعد الاستقلال، ومن بين انتصاراتهم الباهرة تأميم المناجم والمحروقات وانتصارات اجتماعية أخرى. وإذ نقف اليوم معا نستشعر بكل فخر واعتزاز الروح الوطنية العالية والصمود والشهامة التي تحلى بها شهيد الواجب الوطني ضد الهمجية الإرهابية الرجل الفذ عبد الحق بن حمودة، الذي نترحم على روحه الطاهرة وعلى أرواح كل من قضى نحبه ممن ساروا على دربه. كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من عشرية مافيوية، من اقتصاد منهار، أجور تكاد لا تدفع للعمال بسبب خطابات البهتان التي تحججت وادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب، وباحتياط صرف متآكل وصل إلى أدنى مستويات، وفساد عام نخر كل القطاعات في انحراف غير مسبوق شهدته عشرية مافيا أو العصابة، ثم التخلي فيها عن كلية من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة نتيجة لاتباع سياسة رأسمالية متوحشة ازداد فيها الغني غنى والفقير فقرا. خطاب سياسي آنذاك مدمر داخل في خطة مدروسة، إسقاط يعني المعنويات تاع الجزائريين إلى أدنى حد
حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد إلى غير أهلها. هذا هو الأساس تاع الخطاب. ما عندنا والو، ما نقدروش، وإحنا لا شيء، والدراهم ما بقاوش، ولو كان ما نسحبش العملة ما عندناش باش نخلصوا الناس، والدراهم ما بقاوش، ما عندنا ما نديروا. يعني باش نتقبلوا صايقينا كي الخروف تاع العيد، داينا لا فامي، داينا لا بنك مونديال. باش نفقد كل سيادة على بلادنا ونصبح قطيع مثل ما هو الشأن في عدة بلدان حاليا. وأنا شاطر الرأي تاع كل ما جا به سي عمار، لا من إصلاحات مقبلة ولا من تضافر الجهود والحوار والتآزر والتضامن من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا العالم. الخطاب هذا كل من ناض ضد هذا الخطاب يدفع الثمن، وثمن غالي، هو ولا أولاده. بدات حركية باش نبيع ممتلكات الدولة، وبالطبع شكون يشري؟ هما. وبداو يخيروا في لي زوتيل، شكون يدي لوتيل الفلاني، شكون يدي هادي، شكون يعطي لولادو كذا، شكون يعطي لولادو كذا. على هذا الأساس اللي جاء الحراك المبارك ليسلك هذه البلاد. إذن كلكم تعلمون ما هي الوضعية المزرية التي وجدنا عليها البلاد في 2019، آخر سنة من العشرية المافيوية. لقد كان لنا شبه اقتصاد، يدعون الاقتصاد ما الاقتصاد وثلاثية. وهذا أنا شاطر الرأي تاع سي عمار لما يتكلم على آليات جديدة منها الثلاثية، شريطة أن لا تكون مثل الثلاثيات اللي فاتوا. نتلاقى نص نهار وكاميرات وناكل ونشرب، ومن بعد شامي والبغدادي بغدادي، واللي يدفعوا الثمن هم العمال. لا، احنا كل ما نجعل امورنا شورى بيننا ما نغلطوش. نتشاور مع اتحاد العام للعمال الجزائريين، نتشاور مع الوطنيين الأحرار، نتشاور مع من سبقونا في الوطنية وفي الكفاح، وما نغلطش بهذه الكيفية. القرار تاعنا يكون صايب، ما يكونش قرار ظرفي ولا قرار انتهازي ولا قرار للبقاء فوق الكرسي. لقد كان شبه اقتصادنا الوطني في تلك السنوات مبنيا على أسس هشة، قاعدتها الأساسية تصدير المواد الأولية، محروقات ومناجم، واستيراد. هذا هو الاقتصاد، كان يدور حول الاستيراد بكيفية افترسوا بها البلاد، تضخيم فواتر. كل الناس تسعى إلى الاستيراد، لأن الاستيراد أساسه قتل الإنتاج الوطني، قتل الحرية نتاع الجزائريين. يستوردوا كل شيء باش يضخم الفواتير ويخلي ما وراء البحر أموال طائلة نتاع الدولة الجزائرية، نتاع عمال الجزائر ونتاع الخزينة الجزائرية، يخلوهم في الخارج. وشراو دي زوتيل 5 étoiles، دي بيان إيموبيليي، داروا شركات لي بارادي فيسكو، شراو جنسيات أخرى بهذه الكيفية هذه. وكانت أقلية مفترسة هي اللي توزع الريع على بعضهم بعض. هذا ما يمس هذا، الديب ما يأكل الديب، كل واحد عنده البقعة اللي يدور فيها ويستغلها، والآخرين ما يجوش يزاحموه. ولكن كلهم متفقين على أساس أن ما يكونش فيه إنتاج وطني، لأن الإنتاج الوطني أولا يرجع النخوة، يرجع على الاستقلال، ويحافظ على المداخل تاع الدولة، ويخلي نوع من النخوة الوطنية. إذن على سبيل الذكر
في 2022 بعد تحريات، بعد ما تجاوزنا أزمات، وجدنا ما يقارب 900 مؤسسة اقتصادية مغلوقة، فيها اللي عمرها ما اشتغلت، فيها اللي باقي فيها بالك 5% باش ينتهي المشروع ويخلق لنا مناصب شغل ويخلق إنتاج وطني. ولكن ما دام يزاحم الاستيراد ممنوع، وبكيفيات بيروقراطية. قال ما عندكش الرخصة، قال علاش بنيت هنا، علاش هذه 900، أكثر من 900. عندك مصنع مبني والدولة صرفت عليه والماتيريال العتاد شريناه، باقي له غير رخصة باش يبدأ يشتغل ويشغل الناس. لا، خلي الأزمة تدوم، خلي الضغط نتاع البطالة يدوم باش البلاد تنفجر. بهذه الكيفية نجموا نعوموا في المياه العكرة. في ظرف 3 شهور مع السادة الولاة آنذاك اللي ما كانوش متورطين في هذه العملية، فتحناهم كل دور رخص تاعهم. يشاركوا في الناتج الخام تاع البلاد، وخلقوا ما يقارب 22,000 منصب شغل. 22,000، راه غير الدول الغربية اللي تتكلم بآلاف مناصب شغل. وين وصلنا؟ هذه راني نتكلم على 2021 2022، وهلم جر من أمثلة اللي خلت البلاد طاحت أجنو تحت رحمة ناس مفترسين يبيعوا ويشروا فيها. حتى الاستيراد آنذاك غيروا القوانين على أساس، ربما سمحوا لي ندخل في تفاصيل لأن أنتم العمال، أنتم الحجر تاع هذا الواد، هذا لازم تكونوا مطلعين على الأمور هذه. إذن القوانين تسمح وتفرض عليك باش تسدد الفاتورة قبل السلعة ما تجي. لما تسدد الفاتورة واش ولاو يبعثوا لنا؟ On a reçu des conteneurs فيهم des poubelles حاشاكم avec des ordures ménagères. On a reçu des conteneurs avec des pneus usagés. On a reçu des conteneurs avec de la pierre, بالجرافي. والعملة الصعبة مشات. إلى يومنا هذا الجمارك يبحثوا على شركات وهمية، رغم أنها شركات وهمية ولكن كان لها الرخصة بالاستيراد. مئات الملايير منعت من الرقابة الجمركية، لأن لما جاوا يبحثوا السيد لقاو ربما هذا الاسم، مرأة مسكينة خدموا باسمها توفات عندها 30 عام، الآخر ما كانش، الآخر هذا دي ريجيست كوميرس متواطئين فيكتيف. هذا هو الاقتصاد الوطني اللي كنا نمشوا عليه، ولا عليه كنا نديروا لا تريبارتيت. الاقتصاد تاعنا ما كانش عندنا اقتصاد، أنا قلتها ومتحمل كلامي. كان عندنا إمكانيات استيراد، وصلنا نستورد حتى 60 مليار دولار في العام، يعني شيء ما وراء العقول. تصوروا يعني تضخيم الفواتير في 60 مليار دولار واش يعطيهم وراء البحر. وبدا يتآكل احتياط الصرف نتاعنا في 2019 بداية 2020 كانت باقية 42 مليار دولار فقط. وبدات الناس تنادي وفرحانين دوك يمشوا لصندوق النقد الدولي لا محالة، عندهم 6 شهور ويمشوا. علاه؟ خاضين المقياس نتاع 60 مليار دولار وما بقاتنا غير 42. إذن عندنا عجز، ندخل في المديونية وكل ما يتبع المديونية وغضب شعبي إلى آخره إلى آخره. ولكن نعرفوا بلادنا ونعرفوا من أين يؤكل الكتف، وبدينا نصلحوا في الاقتصاد نتاعنا. ما نمشيش المديونية، نقطعتها قطعا، ما نمشيش. فيه ناس مختصين في الاقتصاد، لا المديونية ماشي عيب، لا المديونية لما تدير مشروع
تستدان مليار دولار ويجيب لك 5 ملايير دولار فوق راسنا. ما كاين مديونيه تاهل على هذه الامور هذه باش الدراهم تتكل في الخارج؟ لا، فيش مديونيه. وعلاش ما فيش مديونيه؟ والتزمت انا باللي ما ندخلش في المديونيه ابدا، وفاء لشهدائنا الابرار، وفاء للناس اللي ضحوا على هذه البلاد. ناس دفعوا ارواحهم، اغلى شيء عند الانسان، من اجل هذه البلاد. انا نمشي نبيعها بعض الملايير الدولارات؟ لا. اذن اليوم اغلبهم يا دفعوا الثمن يا راهم هاربين، ولكن العداله تابع فيهم، لان المال هذاك مال حرام عليهم. إذن بغينا نبنيو اقتصاد يكون بعيد على اقتصاد الريع. النفط المناجم رحمة مش نقمة، ولكن الكيفية اللي استعملناها درنا منها نقمة، صبحت كتلة الاقتصاد الوطني، والناس تتبع في البرميل طلع ولا هبط، واش يدوا واش يخلوا. إذن هذا الاقتصاد هذا انتهينا منه نهائيا. اقتصاد اللي هو ماهوش اقتصاد، ما يسموه اقتصاد، ولكن العمليات الاقتصادية هذه اللي خلت الناس مثل ما قلتها، ونزيد نكررها ونذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا اللي وصلنا عليه الله عز وجل، نزيد نفكرك ونفكرك ونفكرك باش الامور هذه نبتعد عليها نهائيا. وصلوا ناس يشريوا في طائرات خاصه، ضربوا في الراس على الوحده التعديل، قال نمشي لباريس راه عندي عرضه بالطياره نتاعو يمشي. ابعد من هذا، انا شخصيا وقفت عمليه تاع بناء قاعات شرفيه تاع خواص. عنده طائرة الخاصة نتاعو، عنده الطرماك الخاص تاعو وين يقاري كما تقولوا الطائرة نتاعو، والقاعة الشرفية نتاعو، ويطلع منها وينزل منها. ماشي إلا دولة في دولة، يعني أمور خطيرة بالنسبة للسيادة، بالنسبة للأمن، بالنسبة للأخلاق. بينا فيه جزائريين ينوض على 5 تاع الصباح باش يصحلوا ساشي تاع حليب. وش من الجزائر هذه؟ يمنع ولده من تمدرس لأنه ما عندوش باش يخلص له الأدوات. ما هيش هذه الجزائر هذه ما هي نتاعنا، ما نبغوها، ما استشهدوا عليها رجال. ما هيش هذه الجزائر اللي استشهدوا عليها ملايين شهداء. إذن نبني اقتصاد، ما ننطلقش من الصفر، لأن عندنا إمكانيات، عندنا، ولكن نظرة أخرى. اقتصادنا يتبنى على أسس اللي في المتناول نتاعنا. شركات، أولا ننمي الاقتصاد الوطني، والاقتصاد الوطني اليوم أقولها بكل فخر وشرف أن الإنتاج الوطني تاعنا بدأ يبرز في الداخل وفي الخارج. في ظرف 4 سنين ورغم الكوفيد، في 2018-2019 كنا نستورد ما يقارب 750 مليون دولار تاع كيتشوب، مايونيز والتفيش مثل هذا. لما درت النيف الجزائريين اليوم عندنا من احسن انتاج تاع هذه المواد، وراه تباع في الخارج. لان الشباب لما حرك لهم الشعور الوطني تاعهم بداوا يخلقوا في مؤسسات ناشئة، مؤسسات صغيرة، وبداوا ينتجوا في هذه المواد هذه ويتباهوا بها. الستارت اب لما نشوف، وكرمتهم أنا شخصيا، لما نشوف شاب من داخل البلاد، ماهوش من العواصم الكبرى، من مسيلة ولا من جلفة ولا من بيض ولا من خنشلة،
في عمره 10 سنين ويخترع أمور، وادعى عليها الميدالية الذهبية في كوريا. هذو هما اللي نشجعهم باش يخلقوا الاقتصاد الجديد تاع البلاد، وراهم فيه. بالنسبة للستارت اب، الشركات الناشئة، درنا لهم إمكانياتهم الخاصة، ان فون سبيسيال، لأن باش يستثمروا، باش يشروا أدوات وباش يشروا كذا. اليوم كنا احنا الاخرين في افريقيا، في بارمي لي ديرني. نو سوم اليوم بارمي لي 15 و 20 بروميي، ورانا وصلنا ما يقارب 7000 ستارت اب، منهم لم يحاولوا يصدروا. يصدر القليل ولا كثير ما يهمش، المهم دماغ سالم. إذن شركات متوسطة، لوتو انتربرونور، كل tous ces agrégats économiques vont constituer l'économie moderne de l'Algérie تاع بلادنا. حتى بالنسبة للاستيراد أنا منعت، مثل ما قال طارق بن زياد: العدو أمام كل بحر وراكم. قال ممنوع الاستيراد. دبر راسك، ما تكلمني ما نكلمك. ما نبغيش قطرة تاع إيسانس تستورد للبلاد. ورفضوا التحدي، العمال تاع نفطال والعمال تاع كذا رفضوا التحدي. رانا في سنة عندنا إمكانية تصدير ليسانس والغازوال، مانيش نستورد، خلاص يفيني. ولمدة عشرات السنين وانا نستورد، بينما عندي دي رافينري. سيفيزي دو ريفوار ان بو لي كاباسيتي دو كراكاج تاعهم بور اريفي ان كاربيرون الجيريان. يعني كتلنا الاستيراد، لأن الاستيراد فيه وفيه. إذن بصفة عامة الاقتصاد هذا قضينا عليه جزئيا، مازال كل قانون يصدر باش نزيد نقضي على هذا النوعية تاع التفكير والنوعية تاع اليوم انتم تشوفوا. وهذه كلها لاريير بونسي نتاعي شخصيا، أعوذ بالله من قول ثاني، هو العامل، خلق مناصب شغل. لأن البلاد اللي تخرج 250 ألف جامعي في العام لازم تصيب لها مناصب شغل. ما نعطيش الشهادة باش ندير الصف ما بين البطالين. درنا لابريم شوماج صح، ولكن هو يقول لك أنا نفضل منصب شغل أحسن من لابريم شوماج. وكل هذا التشجيع اللي ماشيين فيه مع الكريا، وشاكرهم باسمكم وشاكرهم باسم الجزائريين، هذا المقاولين الوطنيين نضاف على مناصب الشغل لأننا نخلقوا فيها. وصلنا اليوم الاستثمار نحيناه من يدين السلطة. لا واحد يقول له فهم روحك، ولا واحد يقول لك خاصك مازال 5 كواغط وجيبهم ودوك نشوف وفاك فاهم علاش. فيني درنا مؤسسة وحدها هي اللي تتصرف في الاستثمار في الجزائر، طبعا تحت الرقابة طبعا. سي لاجونس دو بروموسيون دو لانفستيسمون، وهي اللي تعطي الأراضي، مش السلطة المحلية يعطي هذا وما يعطيش هذا. لأن لما تكتشف بلي ناس عندهم دي تيران اون زون اندستريال هذه 15 عام وما حطوش فيها حجرة، واحد تغلق له المصنع تاعو قال ما راك بنيت بلا ما نعطيك رخصة البناء، يعني فوضى عارمة. ملي خلقنا هاد لابي وجات مباشرة من بعد قانون الاستثمار الجديد، ولأول مرة منذ استقلالنا قانون الاستثمار هذا درنا الصلاحية نتاعو لا تقل عن 10 سنوات، ممنوع ل10 سنوات أن تغير فيه فصيلة واحدة باش نعطي اطمئنان للمستثمرين. دونك قانون الاستثمار له
بالأقل ديمومة 10 سنوات. النصوص التطبيقية تمضات وتنشرت في الجريدة الرسمية شهر ونصف من بعد. أول مرة أصبح الناس مرتاحة. اليوم بدون ما نطلب عندنا ما يقارب 100 طلب أجنبي للاستثمار في الجزائر. عندنا ما يقارب 7000 مستثمر جزائري داخل البلاد وفيهم بعض مغتربين. 7000 أنا ماشيين نحو بالأقل 200,000 منصب شغل بالأقل. نخلقها، زيد الضرائب نتاعها اللي تسمح لي باش نلبي الحاجيات الاجتماعية، زيد الحركية، زيد كذا زيد. هذا هو الاقتصاد اللي نبنيو فيه، اقتصاد نتاع أرقام، ماهوش اقتصاد تاع شعارات. اقتصاد الاتحاد العام للعمال يقدر يراقب الأرقام، النقابات الأخرى قادرة تراقب الأرقام. إذن وزيد أنا نلح وراني في سنتين نلح ونوصل لها إن شاء الله. الرقمنة ثم الرقمنة. لأن الكمبيوتر ما يعرفش يكذب، الكمبيوتر ما تطيقش تشريه. ونخرج من الضبابية. الضبابية هذه اللي داتنا بعيد، لأن في المناسبات نجيب أرقام وهمية اللي تبرر تصرفات، وهي أرقام كلها كذب في كذب. نعطيكم مثال واحد لما تكلم سي عمار على الفلاحة. بالنسبة للفلاحة ملي نشفى من أول حكومة في 91 دخلت فيها إلى يومنا هذا 3 ملايين هكتار تاع حبوب نحرتها ونزرعها إلى آخره. لما درنا تحريات حقيقية، لأن يستحيل باش الجزائر تبقى في الوضع اللي ها فيه. وجدنا عمرنا ولا حرتنا أكثر من 1,800,000، يعني 1,200,000 كانت كذبة، كان والو. ما عارفينش شحال عندنا من رأس غنم. واحد يقول لك 17 مليون، واحد يقول لك 25 مليون، واحد يقول لك 19 مليون. أول مرة ندير إحصاء حقيقي بالدرون وبالوسائل العصرية باش نعرف. اكتشفت أنا عندي 17 مليون فقط، عندي لا 29 مليون لا 27 مليون ولا غيرها. وهلم جر من أمثلة. اقتصاد يتمشى بالأرقام، والأرقام الحقيقية. أن الإنسان المسؤول وإلا اللي يدعى بالمعرفة ويجي يقول لي بين 30 و 40%، راه الدول المتقدمة تقول بين 30 و 30.0102، ماشي بين 30 و 20 و 30. 20 و 30 راه الثلث غلط. إذن ندخلوا في اقتصاد جديد. واليوم عندنا المؤهلات، عندنا مهندسين، عندنا شباب، عندنا إرادة قوية نتاع الجزائريين باش يستثمروا في بلادهم، وأنا شاكر لهم باسمكم هذه الإرادة وشي لها نقوم به. إذن الناس يعني يجيب لك استثمارات اللي أولا تأخذ لك مصاريف كبيرة وما فيهاش جودة وما نحتاجهاش أنا هنا في البلاد. لازمك تصدرها. باش تصدرها لازمك تمشي تزاحم الصين وتزاحم كذا وتزاحم ناس وتزاحم كذا وما تقدرش تزاحمهم. إذن نصرف ملايير الدولارات في مصانع ونبقى نتفرج فيها، ومصانع هذه ما فيها إلا الأرض اللي نتاعنا. العتاد مستورد، دراسة دارت في الخارج، المادة الأولية تجيها من الخارج، نعاود نطيح في الغلطة تاع سنوات مضت. نمشي المؤسسة الصغيرة والمتوسطة. علاش؟ لأن اليوم الحمد لله مع الأدمغة نتاعنا اللي عندنا في الداخل ولا في الخارج قادر ندير دراسات محليا. التمويل تاعها مش غالي بزاف. عوض ما ندير يزين تاع 800 مليون دولار ندير 8 تاع لي زيزين 100 مليون دولار لوحده.
توظف لي العمال، تخلق إنتاج اللي غدوة يغذي الخزينة بالضرائب وبالتصدير، وفي متناول الجامعيين تاعنا والجمعيات. هذه هي الطريقة اللي أنا ماشيين فيها، وعلى هذا الأساس اللي ركزت في علاقاتنا مع بعض الدول الأوروبية اللي عندها هذه الخصوصية. أصبحت اليوم قوة اقتصادية في البحر الأبيض المتوسط وأساس